تخيل انك تصحى في يوم ناسي اسم ابنك، او بتنده على مامتك او باباك اللي توفوا من سنين، تبص لنفسك في المراية وتسأل مين ده ومين الناس اللي حواليا دي، انا بعمل ايه هنا؟ دي تقريبا الحقيقه اللي بيعيشها مريض الزهايمر كل يوم. بس السؤال، هل الزهايمر مجرد نسيان ولا في حرب حقيقيه بتحصل جوه الدماغ؟ تعال نبص المعلومه. الزهايمر هو مرض انتكاسي بيأثر على الخلايا بتاعه المخ ويخليها تموت واحده ورا التانيه بالتدريج، ومع الوقت الانسان بيبدا يفقد الذاكره والتركيز، ما بيقدرش ياخد قرار وصولا للحركه والكلام اللي ممكن يقفوا عنده. بس السؤال هنا، هل الزهايمر طبيعي مع التقدم في العمر؟ لا، النسيان البسيط مع الكبر في العمر شيء طبيعي، لكن الزهايمر مرض مستقل لوحده ملوش علاقه بالشيخوخه. مش دايما هتلاقي اي حد كبير في السن عنده زهايمر. بس ايه اللي بيحصل جوه دماغ الشخص اللي عنده زهايمر؟ بيحصل حاجتين. اول حاجه، في بروتين اسمه بيتا املويد بيبدا ان هو يتراكم على المخ ويتجمع على الخلايا العصبيه بتاعه المخ ويمنع ان هي تتواصل مع بعضها زي العازل بالظبط، وده اللي بيخلي اشارات المخ تتلخبط. ومع تشتت الخلايا العصبيه دي بتحصل الحاجه الثانيه، بروتين اسمه التاو المسؤول عن دعم الخلايا العصبيه. في الزهايمر البروتين ده بيبدا ان هو يضعف ويموت، وبتموت معاه الخلايا العصبيه بالتدريج، وبموت الخلايا العصبيه دي بالتدريج بتموت الاجزاء المسؤوله عن الذاكره والتركيز واتخاذ القرار. في سنه 1906 كان في دكتور الماني اسمه دكتور اولويز الزهايمر، كان عنده حاله لسيده عندها 50 سنه اسمها اوجست، اللي بدات بالتدريج ان هي تنسى كل حاجه او تقول جمله غريبه او يتهيأ لها حاجات. بعد وفاتها دكتور الزهايمر طلب تشريح الحاله، ولما شرحها لقى على المخ لويحات من بروتين بيتا املويد اللي قلنا عليه، ولقى تشابكات من بروتين تاو والخلايا العصبيه ميته. وقتها كانت المره الاولى اللي يقدروا يربطوا فيها بين التغيرات الفيزيائيه دي ومرض النسيان. وبعدها بسنين العلماء اتفقوا ان هم يسموا المرض ده على اسم الدكتور الزهايمر، ودي كانت بدايه فهمنا الحقيقي للمرض. في مراحل بتحصل للمرض، بتبدا بنسيان بسيط زي اسماء او اشخاص او مواعيد او اماكن مفاتيح، بعد كده بتوصل لارتباك ذهني هتشوف فيها صعوبه في الكلام او صعوبه ان هو يتخذ قرار، وبيحصل تغيرات في الشخصيه زي خوف وقلق وشك، بيوصل لفقدان الهويه، المريض ما بيبقاش عارف بيته ولا اقرب الناس ليه، وفي الاخر بنوصل لمرحله الاعتماد الكامل، المريض فيها ما بيبقاش قادر ان هو ياكل او يغير ملابسه لوحده. هل في علاج للزهايمر؟ للاسف لا، مفيش علاج نهائي حتى الان للزهايمر، لكن في ادويه بتبطئ تدهور الحاله. بس الاهم من ده ان يكون في كشف مبكر لو حسيت باي عرض من الاعراض دي، وانك تحافظ على حياه صحيه او تخلي دماغك نشاط ذهني زي قراءه او العاب او نشاط اجتماعي. في النهايه الزهايمر هو مش مجرد نسيان، ده مرض بيخلي العقل ينسى نفسه هو مين، ومع كل خليه جوه المخ بتموت المريض بيفقد جزء من شخصيته. اللي نقدر نعمله ان احنا نفهم نتعاطف مع اي حد من قرايبنا او صحابنا نعرفهم بيمروا بالمرض، لان الخوف الحقيقي مش انك تنسى، الخوف انك تفضل عايش بس دماغك تموت قبلك. وبحكي لنا لو قابلت شخص عنده الزهايمر وازاي ده كان له تاثير على حياته وحياه اللي حواليه.